اهلا بيكم. جايب لكم النهارده حاجه من اقوى الحاجات اللي بتعالج سرعه القذف. لا تقولي بقى فيجا ولا فياجرا ولا كل الكلام الفاضي ده. دي حاجه بقى متجربه ومفعولها ما اقولكش عليه حاجه صاروخ. لو عندك سرعه في القذف والتاخير عندك بايظ وده عامل لك مشاكل نفسيه او اسريه ومضايقك جامد، يبقى الحل بتاعك عندي. هقول لك النهارده على افخم برشام ممكن تستخدمه هينهي لك تماما على كل المشاكل دي، وهيديلك يا عم ساعة سليمة ويمكن اكتر كمان تعمل فيها كل اللي انت عايزه. هقولك عليه، لكن انزل الاول يا صاحبي دوس على زر الاعجاب واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو. جايب لكم النهاردة حاجة اسمها ديليرجي بايوميد 60 ملي جرام، وعايزك تكمل الفيديو للآخر لأنك لو خدت الاسم بس ونزلت جبته واستخدمته مش هيفيد معاك. في معلومات مهمة لازم تسمعها، هتستخدمه ازاي وامتى والأعراض اللي ممكن تظهر عليك لو استخدمته غلط. فكمل الفيديو للآخر علشان تستفيد منه أعلى استفادة. مبدئيا كده البرشام ده هتلاقيه في أي صيدلية وفي منه تركيزين، تركيز 60 ملي جرام وتركيز 30. احنا هنستخدم ال60 علشان يكون مفعوله قوي. بتستخدمه قبل العلاقة من ساعة لساعتين على معدة فاضية. يعني لو انت عامل حسابك انك هتتعامل الساعة 12 يبقى خد الحباية على 10 او 11، ما ينفعش قبل كده او بعد كده. يعني ما تجيش تاخد الحباية قبل العلاقة ب10 دقايق او ربع ساعة وتقول لي ما عملش معايا حاجة. ما هو طبيعي انه ما يعملش معاك حاجة لان لسه مفعوله ما اشتغلش. وما تاخدوش قبلها بساعتين وتقول لي ما عملش حاجة، برضه طبيعي انه ما يعملش معاك حاجة لان مفعوله هيكون انتهى. فانسب وقت انك تاخد الحباية دي قبلها من ساعة لساعتين وعلى معدة فاضية. ما تبقاش واكل ومالي كرشك وتاخد الحباية، هتروح الحباية فين وسط الاكل والمتاهة اللي جوه دي؟ يبقى افضل استخدام تاخده على معدة فاضية وبتاخد القرص كامل من غير تقسيم. والعلبة زي ما حضراتكم شايفين كده شكلها مميز جدا، مضلعة كده ولونها ذهبي. العلبة بتتكون من شريطين، وبالمناسبة في منها علب بتتكون من شريط واحد بس، والشريط بيكون 3 أقراص وسعرها يعني كويس اللي هو ما بين 20 ل 30 جنيه. البرشام ده هيقضي لك تماما على موضوع سرعة القذف وهيعمل لك تأخير قوي جدا، وفي نفس الوقت هيحافظ لك على الانتصاب لأن زي ما انتوا عارفين لو حصل إنزال فالانتصاب بيضعف. استخدموه إن شاء الله بإذن الله يجيب معاكم نتيجة كويسة. انا هسيب لكم صورته اهو عشان ممكن تاخدوها سكرين شوت، او لو عايز توقف الفيديو عند النقطة دي وتنزل تسأل عليه او قدامكم اهو. وزي ما وعدتكم في كل فيديو انا مش دكتور ولا صيدلي، لكن بجيب لكم حاجات ناس جربتها وجابت معاها نتيجة كويسة فبقول لكم عليها على اساس انها تجيب معاكم برضو نتيجة كويسة. لكن ما تستخدمش اي حاجة غير لما ترجع للدكتور او الصيدلي لان هم اكتر اتنين هيقولوا لك الحاجة دي تنفع معاك ولا لا. إن شاء الله في فيديوهات تانية. سلام.